ريحة بسكوت العيد لما تملى البيت دي لوحدها كفيلة تقول لنا إن العيد قرب. النهاردة هنعمل مع بعضينا بسكوت العيد بالمكنة بطعم زمان وريحة زمان، ناعم كده ودايب دوب كده في البق، وطريقته سهلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعضينا فيديو مميز جدا. لو عايزة تعملي بسكوت العيد في البيت ويطلع ناعم مديب زي الجاهز بالظبط، يبقى الفيديو ده ليك. النهارده هنعمل مع بعضينا بسكوت العيد بالمكنة بطريقة سهلة جدا، وهقول لكم أسرار تخليه يطلع مظبوط وناشف ومقرمش زي الفل. خليكم معايا للآخر عشان تشوفوا النتيجة التحفة دي. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم. بجد الفيديو يستاهل اللايك والشير، يا ريت تعملوا لي لايك وشير، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضنا الفيديو. أول حاجة طبعا بسكوت العيد دي العيد ده من أهم طقوس العيد في كل بيت مصري. مفيش عيد من غير ريحته الجميلة وهو خارج من الفرن. هنبدأ المكونات بتاعتنا. هنعمل النهاردة كيلو دقيق. كيلو دقيق هيحتاج ايه؟ كوبايتين إلا ربع سمنة، ومعاهم ربع كوباية زيت. يعني يا كوبايتين سمنة كاملين يا كوبايتين إلا ربع وربع زيت. الربع الزيت ده بيخليه مقرمش كده ودايب دوف كده، ويخلي القرمشة بتاعته جميلة قوي. السمنة بدرجة حرارة المطبخ، يعني تسيحيها وتسيبيها تجمد شوية. احنا في الشتاء يعني أول ما تسيحيها وتوزنيها. هي بالميزان 350 جرام سمنة. نحط بقى السمنة كده بعد ما نسيحها، نحطها في الكوبايات بتاعتنا ونوزنها، وبعد كده نسيبها لما تبرد خالص عشان نقدر نشتغل بيها. انا بقى هنا هفضي السمنة في البولة بتاعتنا، وننزلهم بقى في البولة كده، ونبدأ بقى ننزل عليهم بالسكر بتاعنا. السكر بتاعنا دول كوبايتين سكر بالميزان 300 جرام سكر بودرة، سكر ناعم. ممكن انتي تطحني السكر وتوزنيه او تجيبيه مطحون جاهز من اي سوبر ماركت. ونقلبهم بقى تقليبة كده عشان السكر ما يبقاش على الوش هو، واول ما نعمله بالمضرب يطير كده. بننزل السكر بس نقلبه مع السمنة عشان ما يطرش، ونضربه بقى بالمضرب ضربة كويسة. ما عندكيش مضرب بإيدينا، طول عمرنا زمان بنعمله بإيدينا، وأمهاتنا كانوا دايما يعملوه بإيدينا وبإيديهم ويبقى زي الفل. نعمله بقى بالمضرب نضربه جامد لحد ما يبقى اللون بتاعه كريمي ولونه أبيض كده وجميل. نتنينا كل شوية نوقف المضرب وننزل اللي في الجوانب دول ونقلبه كده، ونرجع نضرب بالمضرب تاني. نقعد نضربه كده لحد قيمة 5 دقايق على الأقل، لأن دي أهم مرحلة، ودي اللي بتخلي البسكوت بتاعنا يبقى مظبوط والعجينة بتاعته مظبوطة. ده أهم سر في نجاح البسكوت العيد بتاعنا، إن العجين يكون ناعم ومتماسك في نفس الوقت، عشان يخلي البسكوت بتاعنا ناشف وهش وجميل. ودول بقى 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هننزل ببيضة بيضة، كل بيضة ننزل بيها نحط معاها باكو فانيليا. ما ننزلش بال4 بيضات كلهم، ننزل ببيضة بيضة، ونضربهم ضربة خفيفة ثانيتين بس كده بالمضرب، عشان مش عايزين البيض يفصل معانا. ضربة خفيفة خالص، وكل ما ننزل بيضة باكو فانيليا معاه. يبقى الكيلو الدقيق بيحتاج 4 بيضات وكوبايتين إلا ربع سمنة وربع كوباية زيت وكوبايتين سكر. بالميزان كيلو دقيق 4 بيضات 350 سمنة 300 جرام سكر وربع كوباية زيت. بص بقى، ده أسانس برتقان بيتباع عند العطار، تحطه كده من 7 ل8 نقط، بيودي البسكوت في حتة تانية ويخلي ريحته جميلة. ومعاه كيس تانك كمان بنحطه كده، بيدي نكهة جميلة للبسكوت بتاعنا. أنزل بقى بكيس التانك والربع كوباية زيت والأسانس البرتقان، حطيت قيمة 7 نقط، واضربهم بقى ضربة حلوة كده، وأقلبهم بقى بالمعلقة بتاعتنا. شايفين القوام بتاعنا كريمي واللون بتاعه بقى جميل ازاي؟ ودي بقى معلقة ممسوحة بيكنج باودر.
البيكنج باودر ده بيخليه هش وجميل، بس ما نحطش معلقة كبيرة ولا نحط معلقة ممسوح، عشان انا هحط نشادر للبسكوت. ده ربع كوباية لبن، هنزل عليهم بمعلقة ممسوحة برضو من النشادر وقلبهم كده. انت اول ما بتقلبيهم بيدوا فوران بسيط كده، تعرف ان النشادر بتاعك شغال. هنزل عليهم بيها بقى على الخليط بتاعنا واقلبه كده تقليبة كويسة. كده انا حطيت كل المكونات السايلة. بص بقى قلبتها كويس. وده الكيلو دقيق بتاعنا. كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، تستخدموا دقيق كويس اهم حاجة. انا نخلاه وحطاه في البوله. نزلت بقى عليه على الخليط السائل بتاعنا، وحطيت ذرة ملح طبعا، وهقلب بقى تقليبة كويس. انا مش هنعجن، هنقلب بس. نقلب كده تقليبة كويسة عشان نخلي البسكوت بتاعنا يطلع ناعم ويحتفظ بشكله وهو خارج من المكنة. طول ما العجينة تبقى كويسة، البسكوت التاني محتفظ بالرسمة بتاعته واحنا بنشكله. الزبدة بقى انا حاطة، عايزة اقول لكم، انا نسيت اقول لكم حاجة. انا حاطة السمنة اللي انا حطاها دي سمنة بلدي، زبدة بلدي، ومسيحاها ووزنها بعد ما سيحتها. انتوا عايزين تحطوا سمنة نباتي عادي، بيبقى جميل برضو، ما بيقولش لا. يبقى نحط يا زبدة، ما نحطش الزبدة نحطهاش كده، لازم تتسيح عشان الخض بتاعها يبقى فيها مية، ما ينفعش نعمل بيها كده، لازم تتسيح. ممكن تحطي تعملي الاتنين مع بعض، زبدة مع سمنة، يدوا طعم جميل برضو قوي. عامة السمنة عامة بتدي البسكوت طعم جميل وقرمشة جميلة. شايفين بقى؟ انا بعد ما عجنت العجينة بتاعتنا كده، بعد ما قلبتها كويس بالخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه، السكر مع السمنة كده، بصوا عاملين ازاي. بصوا بختبرها كده ما شاء الله، لا بتشقق ولا اي حاجة. العجينة ناعمة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله، جميلة، ولا بتلزق ولا بتشقق ولا اي حاجة. مش محتاجة اي حاجة، مقاديرنا مظبوطة 100%. وهتبان بقى دلوقتي واحنا بنشكلها في المكنة، لو فيها اي مشكلة هتبان قدامنا. بصوا جميلة ازاي، عجينة بجد زي الفل. بسم الله ما شاء الله، والله ملبن في ايدي كده زي الفل. هسيبها بقى ترتاح كده، غطيها واسيبها ترتاح شوية. يفضل بقى اننا نحطها في التلاجة نص ساعة على الاقل. انا هسيبها في التلاجة كده نص ساعة وارجع لكم تاني، عشان تبقى حلوة وانا بشتغل بيها في المكنة، تبقى حلوة ونازلة من المكنة جميلة وماسكة نفسها كده وتبقى حلوة. ولو في الصيف ده حاجة اساسي انك تسيبيها في التلاجة. بصوا بقى ده الموس اللي انا هشتغل بيه، اللي هشكل بيه. انا هشتغل بالموس ده بس، والشكل ده اللي انا هشتغل بيه بس، ده اللي هيطلع لي البسكوتة المقرمشة المخرفشة الجميلة زي اللي بنجيبها من بره. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، البسكوتة نازلة ناعمة وزي الفل. شايفين الجمال؟ شايفين جمال الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. هي لسه على ما تتظبط بس كده، تعمل بس بسكوتين 3 وهتتظبط وتبقى فل. شايفين الجمال؟ المكنة بتخلينا نعمل أشكال حلوة ومتساوية وبسهولة. بسكوت المكنة ده مميز جدا، مميز إنه بيطلع شكله مرتب كده، وكله ما شاء الله زي بعض، وكأنه معمول في المحلات بالظبط. أنا بقى بحب البسكوت كده، البسكوتة تبقى صغيرة شوية، ما بحبش الطويلة أوي. بس أنا برضه هعمل لكم شوية طوال وشوية قصيرين. القصيرة دي بتبقى جميلة كده وشكلها جميل وانتي ماسكاها كده بتبقى شكلها حلو. الاشكال بتاعت الموس المكنه ده ممكن تعملي اي شكل زي ما انت عاوزه، يعني ممكن نعمل اكتر من شكل. لازم بقى نسيب مسافه بسيطه بين كل بسكوته والتانية عشان لما يتحبس ما يلزقش في بعض، لان البسكوت طبعا انتوا عارفين ان فيه سوائل فهيتمدد، هتلاقوه فرش مره واحده ورجع لم تاني.
فمش عايزينه يلزق في بعض، عايزين يبقى شكله حلو كده ومهندم وجميل. بص بسم الله ما شاء الله، خلصنا اول صاجة في ثواني ازاي، خدش وقت خالص، بجد المكنة ما بتاخدش وقت خالص. وبالسكينة بقى كده ونسويه، الطويلة قوي دي نسويها، اللي فيها اي شكل في الحروف كده مش حلوة نسويها، بحيث يبقى كله كده شكل بعضه ومظبوط من الطرفين وجميل. ابدأ بقى اجيب الصاج التاني بتاعنا، وانا ولا بدهن الصاج بتاعنا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، هي وبسم الله ما شاء الله البسكوتة فيها سمنتها وفيها كل حاجة، يعني عمره ما هيلزق. البسكوت ده بقى من الحلويات الخفيفة اللي ولادنا الأطفال والكبار بيحبوه. الولاد عامة بيحبوا البسكوت قوي، يعني حاجة العيد كلها الولاد بيحبوا البسكوت أكتر حاجة. وممكن بقى من الحاجات اللي ممكن تخزنيها لفترة طويلة، تحفظيها كده في علبة محكمة كده. بس أهم حاجة وانتوا بتخزنوا البسكوت بتاعنا، نحطه في كيس الأول، كيس خزين كبير كده تحط البسكوت فيه، لأن الكيس بيساعد إن بيخليه مقرمش، لو قعد عندكم شهرين 3 بيتنيه مقرمش وجميل. لكن لو سبتوه من غير الكيس هيضطر معاكم ما يبقاش حلو. تقدري بقى تعملي كميات كبيرة للعيد بكل سهولة. شايفين إن السهولة مش أسهل من كده. الكيلو ما خدش مننا وقت خالص، وبسم الله ما شاء الله كيلو ربنا مبارك فيه وزايد. بصوا بسم الله ما شاء الله، الصاج شكله جميل وزي الفل، والرسمة بتاعته ما شاء الله واضحة وجميلة ازاي. بصوا بقى انا بسويها على قد ما اقدر كده، اي طرف فيها مش مظبوط بسويه، عشان عايزه البسكوت بتاعنا يبقى شكله حلو كده وجميل ومنسق كله جميل. مادام بتعملي حاجه يبقى لازم تديها حقها وتخليها زي الفل عشان تطلع من تحت ايديكي 10/10. بسم الله ما شاء الله هو زي الفل والله، مش محتاج حاجه خالص. بصوا الرسمه ما شاء الله واضحه ازاي، شايفين؟ ده دل على ان العجينه بتاعتنا مظبوطه 100%. سواء بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ اي حاجه مش مساويه معانا كده نسويها. الاطراف عامه اي طرف فيه مشكله نقطعها كده ونسويها، عشان لما يستوي يبقى شكله حلو. انا هنا بقى شغلت الفرن على درجه حراره 180 وسايباه يسخن لحد ما اخلص الكميه كلها واسويه مره واحده. هبدا اسويه مره واحده. بص بقى بسم الله ما شاء الله جميل ازاي. انا بقى اكمل الكميه كلها واوريكم انا عملت ايه. بص بقى بسم الله ما شاء الله الكيلو بتاعنا عمل لي 6 صاجات، ما شاء الله ربنا مبارك فيه على الاخر. بص الرسمه ما شاء الله واضحه وجميله ازاي. العجن الصح بقى هو اللي بيخلي البسكوت يطلع ناعم ويحتفظ بشكله كده، وهو بقى بعد ما تشكليه من المكنه. بص بقى شايفين شكله وهو في الفرن عامل ازاي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله جميل. ريحه البسكوت كده وهو في الفرن لوحدها تحفه، بتحسسنا بجد بفرحه العيد. هو بقى مش بياخد وقت في الفرن خالص، اول ما لونه يبقى دهبي خفيف كده يبقى كده تمام. ما البسكوت بتاعنا ما بيتحمرش ولا يحمر ولا الكلام ده، لا هو دهبي خفيف خالص. يا دوبك اول ما تلاقوه من تحت كده بدأ يلون لون دهبي خفيف يبقى كده زي الفل. لان البسكوت السكر اللي فيه بيخليه يستوي بسرعة جدا، لازم تبقوا واخدين بالكم على الاخر عشان ما يتلسعش مننا. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون؟ شايفين الجمال بتاعنا ما شاء الله زي الفل.
والسوا بتاعه كله ما شاء الله جميل ومقرمش بقى قرمشة بجد غير عادية. انتوا تسووه بقى كده وتسووه يبرد شوية قبل ما تشيلوه يعني تسيبوه في الصواني بتاعته يبرد. اما يبرد خالص هتحسوا هو نشف والقرمشة بتاعته بتزيد، كل ما ينشف القرمشة بتزيد، كل ما يبرد كده القرمشة تزيد بتاعته. فتسيبوه في الصاجات كده وهو زي ما هو كده على ما يبرد. بعد كده بقى تعينوه في العلب بتاعت التخزين بتاعتنا. بس زي ما قلت لكم العلبة تلبسوها كيس الأول، تحطوا فيها كيس وتحطوا البسكوت جوه الكيس وتحطوه برضه في العلبة. بص بقى بسم الله ما شاء الله، بص بقى بعد ما رصيته ما شاء الله، بص الكمية قد ايه، والله دول داخلين على 3 كيلو بسكوت. احنا بنشتري الكيلو الجاهز بيبقى ايه حاجة بسيطة خالص كده في العلبة، لكن ده ما شاء الله الكيلو عمل لي كمية قد ايه، ربنا مبارك وزايد فيه وزي الفل. شايفين من جوه اللون بتاعه عمل ازاي، وقرمشته قرمشة جميلة دايب دوب بجد كده، دوبانه غير عادي وقرمشته غير عادية واقتصادي جدا بقى لما تعمليه في البيت كده. بصي الكيلو ما شاء الله عملي كمية كبيرة ازاي. بسم الله ما شاء الله اللون بتاعه جميل والشكل الرسمة بتاعته واضحة وجميلة، والقرمشة والخرفشة جميلة باينة فيها خالص. بصوا الخرفشة باينة فيها ازاي، مفيش أحلى من بسكوت المكنة ده بجد. بجد هو ده اللي بيحسسنا بشكل العيد بجد. شايفين البسكوت طالع عامل ازاي، هش وناعم ومقرمش وريحته تجنن بجد ما شاء الله، الله أكبر جميل. ده دليل إن البسكوت استوى صح كده. بس بسم الله ما شاء الله زي الفل. ريحة بسكوت العيد دي لما تملى البيت كده لوحدها كفيلة تقول لنا إن العيد قرب بجد. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. وبكده بقى نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.